بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. من الذي أحكام السجود السهو. أذكر إخواني ببعض المسائل المهمة متعلقة بالركن المتروك، ببعض الأركان المتروكة. نبدأ مثلا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سلمتياك سينا ثاني الشمس ظلي سوا شو تكبير الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يد مفتاح الصلاة الطهور من بعد الناد، وتحريمها التكبير. بعد ما ذيك الشمس ديال الظهر ديني الله أكبر. الله أكبر نمزوارو دوني من قام تكبيرة الإحرام. الحديث يوم السلام حديث صحيح خرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهم. يعني يوم ما يتسو تكبيرة الإحرام يشمي الظلي، خاطر ممكن الإنسان أديس أديف تظلان أديش مباشرة دي الصف سلتو ما يتقلب داري يقيم داري فمكان وكذا يشم كان ديال الظليث بالك يتسقيمي مانيس دغا يروح هكا روح من بعد يمكتاد يزول ركعه نص ناس بالك ثلاثه بالك شحال يزول كذفير الامام بعدين يمكتاد. لكن سا احتمالان: اذا تذكر تكبيره الاحرام اثناء الصلاه اش يخدم؟ كبر وأقصى ما قبلها. مثلا يساد يون ديال المغرب يشمد يفاد الشيخ ديال ركعة مزواروث يقار سورة الفاتحة سورة النظام يشمد كذا الشيخ مأموم، ولكن وريكبر وديرت كبد الإحرام وريشمال يظليث أصلا ثاعد دار ركعة مزواروث ثاعد دار ركعة في السناث أكن يكر الشيخ في ثلاثة يمكتاد باللي ودينارات الله أكبر. ذا شار يخدم أقصى ما قبلها، يعني ألغى ما قبلها. أنت حسبها ما كان وانت الزولارة أديني الله أكبر أتسين وتكبت إحرام ميكف داكن في ثلاثة أديني الله أكبر سينيس مزورة ثينس سنة ثين مزورة أنولي سوبريمي روحنت من يفوك الشيخ يسلم أذكر أذي غرم سنة ثنيسي روحن نمسفها شبه ربي كلير واضح ما شاء الله. ما إلا بعد سلام الإمام الميقيم كفان 3 ركعات الشيخ ينادي السلام عليكم نسيد دقسد يمكتاد باللي وريشي مالك استكبات الإحرام زينا يسلم لا يقيم خاطر ولا ما يسلم نسى ذاين يعني ورسالة ظلي ميك سلم الإمام نتسا ذكر مقل الأدب ماشي مدي مكتاد غادي يكر لا فتنة التشويش وقادرين نرغور كيسني شو ثواه بيك يكر الشيخ مازال يخدم صح. هذا مثلا داكي دي الصف يون دينا غيوساد هكا سماشا وساقي تحكير يمكتاد كان يكر الشيخ يخدم تحياتين قرا ركعتين كاروث يفوك سجدتين وريتسمي كرالا هذه قيمذين نسى يارس ديما يزرع من الميسلم الشيخ اذكر أديني الله أكبر أذغادي الزر 3 ركعتينس خاطر من نكد الجيران شو تخدم ذاك ناس على كي زران انكو شي مالك تظليت أصلا خاطر نعم ما يسلم معليش موري يسلم أنا معليش خاطر أصلا وشي مال يظليت وشي مال يظليت وذاك يسمح فيه أي غرد النغ أولاقي
باش بنادم هذه الزر يزمر تضرو يزمر تضرو خاطر الفقه ياك لي بروبابيليتي احتمالات يكزمرنا تضرونت الا قد نهضر فلاسنت بالك يودينا جامي استضرع مي الزمر ديال سواس استضرو بمشي راه يخدم نعاود دسني مثلا ما الا يون ثغد اللوضو الميد بالضرده تمكثض باللي صوض مسح الراس اش تخدم تبغي تصور داغ اللوضو ايوا مي تبضض سين الحلول يا اما تروح تسقرد مباشره واحد يا اما تمسح ذاك الرو من بعد مسح الراس اكاكي ركن واكاكي سنه ابراس كيما الله يدوس الفيرس باش داود الترتيب وكي ذي الحلويسين يمور تبغي تفصيكي اصلا خاطر كويداكي قرب الحالي ما الا ذي الحرم في مكه المكرمه باش داوض اللوضو الى قاك ساعتين نو ثلاثه باش تصوضوا دمت شو طبا ما نزمزم دينا كي ندير كاش واحد خدمك يقريك نورمال الوضوء يصحى صلاتك صحيحه نورمال وهذا هو الفقه يفترض مشكلات ويضع لها حلولا وفي اطار القاعده الكبرى التي جاء بها القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة شو السورة الآية قم السلام وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الأخيرة رقمها كام 78 سورة الحج الساعة 78 آية السهو في قراءة الفاتحة إما إلا يتسو الفاتحة يوندينا يزول وحدس ذو الجماعة ذو الخام مباشرة الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إغارة الصورة الميسيفوك المكتاد ودي غير صورة الفاتحة أمشي راه يخدم ذاكي أدي غير صورة الفاتحة مادام ورا الركعة راه رفثها الحال أدي غير صورة الفاتحة ودي عاود أدي غير الصورة خاطر لقطة الصورة داس بعد الفاتحة مي فوق تظليث هذه يخدم سجود السهو البعدي خاطر لا زيادة لا زيادة تفهم نفهميت الله يبارك معني إذا كان الإنسان نسي قراءة سورة الفاتحة ولكن تذكرها بعد قراءته للسورة ولكن واش يدير يعيد يقرأ سورة الفاتحة ويعيد السورة ثم يسجد سجودا بعديا أي بعد السلام وإذا تذكرها بعد الركوع ولكن مختسد المي يركع من بعد يغالي كردينيك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يمختد الناس حقا ثورة الشمغن بلا سورة الفاتحة سوخت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ذا الشريخ ذاك شريخ ما هو الحل سهلة مهلة يسجد قبل السلام يسعى السجود السهو قبلي خاطر يستنقص الفاتحة وصلاته صحيحة مراعاة للخلاف أصل من أصول المالكية ما هو مراعاة الخلاف قل كان رحمة ربي خاطر شي طروطار قبل الركوع ماشي طروطار
رقع تظل فيك المسفهام إما تركع خاطر الأساس من الركعة الركوع. أم ثورة يوم دينا ما إلا يلحق الشيخ ذي الركوع إسكو تيحسب الركعة خاطئ أتيحسب خاطر يلحق الإمام ذي الركعة ذي الركوع وردي غير إلى سورة الفاتحة وري حضر الشيخ وري ليه يشمد كان ذيهن يثبورث الشيخ يناد الله أكبر شيني أركع يدس وحسبيس ذي الركعة إي بورتون ودس لي ضي والو لا سورة الفاتحة ولا غير القرآن ولا مباشرة الركوع وتحسب ركعة تحسب ركعة. فالركوع هو الفاصل ذاك اللي غامد ما ثم ضد سورة الفاتحة قبل الركوع أثنى فاد الحلاشة خدمت هاد غرض سورة الفاتحة خطر قبل الركوع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم هاد غرض الصورة التي بعدها غرض الصورة النظام وإن قرأتها قبل ذلك تعاد بعد السلام مثفك التظلي فيه أتخدم السجود السهو البعدي. ولكن مثل مشتاضد بلو دغري سورة الفاتحة الميكفى الركوع ذا شو ذي الحل يسلاقي قبل السلام قبل تسلمض خدم سجدتين اسمي السجود السهو القبلي أي غر أخطر تسنغصد ذا شو هي يسنقصد سورة الفاتحة يزمر يونديون ديني ثوري غرض الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجواب فهم العلماء للحديث مختلف. هناك من يقول لا صلاة صحيحة أي لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. وهناك من يقول لا صلاة كاملة إذن فالصلاة صحيحة. والمالكية عندهم أصل من الأصول المهمة اسميس مراعاة الخلاف. مراعاة للخلاف الصلاة صحيحة ولا شيء عليك ما عدا سجود السهو القبلي. مسائل دقيقة جدا ومهمة جدا. مادام قلت البعض ما نذكرش كلش مثلا السهو عن السلام إما إليه واحد يعني كمل صلاته وما سلمش يغفل ينسى. هنا إذا كان الفصل يعني طويل مثلا الإنسان لا نجيب الاحتمال الأول إذا كان الإنسان تذكر وهو هناك سلموا كاع غير أنت اللي ما سلمتش ما زلت في موضعك لم تغادر موضعك ولم تبتعد عن موضع القبلة عن القبلة لم تفارق الموضع ولم تنحرف عن القبلة ما زلك هكا ذاكي سلم هذا مكان. إما إلا ذاكي بلا سجود ما إلا الإنسان فارق الموضع وراح يخرج البر ركب السيارة وكذا خلاص لنا الصلاة لأنه ذكرنا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد الإمام أبو داود والترمذي فلا مجال للإعادة. هذه أمور يعني نكمل بها موضوع أحكام سجود السهو القبلي والبعدي. ثم الشم ذي البيت رقم 151 ولكن اسمحوا لي ذي مبطلات الصلاة. أذكركم البيت اللي قبل هذا إند وبطلت بعمد نفخ أو كلام الشطر الثاني من البيت هكذا قال الناظم فظليث من مبطلاتها
إذا تعمد المصلي النفخ كي تصوض إن غاثو السميض تفضيل إن غاثو السميض يشمد الجامع ناض خامنا ينفخ أكس النفسيس نغ يتعمد الكلام يتمسلي يعمد ماشي بالنسيان بالسهو مع انتهى دينا الناظم يناد وبطلت بعمد نفخ أو كلام بمفهوم المخالفة إذا كان نسيانا يوين غاثو السميض دغا يتصوضو ياك كفوسيس باش هذا يحمو يتسو تظل في الصحة إما إلا يهضر في كوالا كاد خامة الرشاد الزيني في مغارتنا يوم مغار السمساد ينطق عندها الساروتني عندها دغا سينا داو داو السمثة صافي ينتقد مادام تاثوث صافي يزقذ مي فوق تظليث هذا يرقع تظليث يسوى شو أتيرقع السجود السهو البعدي خاطر يخدم الزيادة يتظليثيس ولاش دي تظليث داو السمثة أولاكي ولاش في تظليث أتسان تساروت داو السمثة أولاكي ياك ولاش في تظليث صافي زيادة ولكن مادام تاثوث ربي غفور رحيم ميث فوق التظليثي خدم سجود السهو سنة السجدات ما كنت نسفهم أدر نوض غرض التحيات بلا ما تغرض الصلاة الإبراهيمية بلا ما تغرض هكا تاكي نسفهم سيد ولا مور تغرض من التحيات أيضا يجوز خدم سجدتين سلم وفرد هذا انتظر فيك الصحة ولكن كان تثوث ربي تسميح خاطر الحديث الناد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا انت ولكن مشي يكمل المصنف يناد ذي البيت رقم 151 لغير إصلاح ما إلا تعمد الكلام لإصلاح باش على جال الفايدة على باش هذا يصلح صلاته لا تبطل إلا إذا أكثر من الكلام لا ما إلا إصلاح مثلا سمحتي بالك الإمام يخطئ أسين سبحان الله يا خاك السين يغلظ الإمام أسين سبحان الله إما تهضر سبحان الله ريفه مرة هضراس ناس تصود الركوع تصود السجود أما ثنيض استعرض مستقبيلي كنت تصنض أنا عميه أكنت تصنض هضراس خاطر ماشي ما استعرف بطل مستقبيلي هذه يبطل ماشي زعفني إما زيغل خاطئ تساقي تصنض الشين توعظ الإمام هضراس الهضور يستهضر ذاك الني استهضر فلس أيغر خاطر أيغر للإصلاح باش تقرز ذايا مثلا يعني أقشيشة ثاني يلحو غير ثمس يعني نغاثين يلحو بالكون بالك والعياذ يعني ممكن هذا تسنبهض تسولهض يلحو غير ثمس يلحو إلى الخطر ذاكي لا حرج وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن طبعا صياغة هذه الأبيات شوي يعني صعب انت كشطح ولكن إن شاء الله أنت نسفهم سهل أنت ما يليون انشغل خطرتك ولي ونذي قروا يسيدي تشرد الشغال وكذا المخيس وكذا يروح لما الفرض يروح قد يتصور الركوع السجود إلى آخره تصدر في ما مازال قبل يسلم سيدي يرقع ما يتصور الركوع في لقات دياوي ديعاود الركعة كاملة خاطر الركوع ماشي الركوع يخدم واحد السكان فرما إلا قبل أن يوضر السجود يتمثل هذيك هذ يغال القيام وبعد يركع إلى آخره ولكن ما إلا غير يسجد مثل الركوع معناه تروح ركعة كاملة وفي الوقت أعد إذا يسن ما يتعلق بالسنن أيضا
يعيدها. وحدث وحدث وسهو زيد المثل. ذا شو المعنيس؟ ما إلا طهور مثلا. وحدث معناه إذا صار له حدث من الأحداث التي ذكرناها فيما سبق كخروج الريح ونحوه مثلا. ذينا طبعا تزرتي تبطل إلى قذفة غادي يروح حد يعاود الوضوء عادي. وسهوي زيد المثل. لا شو يقصد داكي؟ ما إلا مثلا تزريت طهور ساعة 4 ما إلا يرنيها 4 دوبل 8 ولا شي تزرت وي يعني ولا شي تزرت خاطر ما ديزكديوث لا توليرونس ما زمرت نسميها كاكي لا توليرونس معقولة. كان مثلا تزرت طهور الساعة 4 يوندين غادي يتسوى يزال 5 غادي يزال 6 يزال 8 صافي واكن داير لا واكي هذه يعاود يزرتي سفرات يعني تزرتي تبطل هذه يعاود. ولكن ما إلا أقل من المثل يرنا ركعة يرنا سناث تاكي هذه يخدم كان سجود السهو البعدي خاطر يزقد يظل فيس ذايا. وقهقهة ما إلا يون يضصد معنى القهقهة معنى الضحك بصوت. إذا قهقه المأموم يعني مثلا قلا غنزاد في الإمام وقضصان فضصاني الصوت ذي المأموم ذاك ذا شاري يخدم ماشي هذه فاصل الزالثة لا إن تمادى وأعاد تمادى مع الإمام. ما معنى تمادى مع الإمام؟ هذه كمل كثر الإمام هذه كمل. فإذا سلم ميك سلم الإمام يعني فرغ من الصلاة أعاد صلاته تبطل تزاليفيس خاطر ماذا لبس الابتسام يونكيز ما يدا استضصى هذه الشمومة استضصى معقول مي هذه ضص تضصى ثم قرانت سمحتي تبطل تزاليف. ولكن في غاديني ثور ماذا الابتسامة تبسم أحيانا ربما الإمام يخطئ حتى في القراءة يعني يون مثلا بس يغرى دينيس لا تذرني فردا هي فردا ياكي ذي الفرد يعني هذه القراءة غلط قاديني فردا اش مثل الفرد قبيلي أزقر عجمي صافي يغرضي القراءة فهمت وإن كانت تسد في سياق آخر. مثال القراءة تثير الضحك يعني تثير فرميليون يطفي مانيس ولا شي سغلا يبتسم مما إلا الصوت لا. وعمد شرب أكلي لا شو المعنى يسمى إلا يهضر في طهارة الحدث العلماء نند طهارة الحدث شرط ابتداء ودوام. العبارة مهمة فقهية طهارة الحدث شرط ابتداء ودوام معناتها إلا قد سير الطهارة الوضوء إنك سقوس ما في الظل ثم تفك يهضر في القهقه وبعدين وعندي شرب أكل معناه بمفهوم المخالفة يون ما إلا أكل سهوا يتشا حاجة بالك قيمة كافوسيس بالك يروح الجيفيس يفا إنيغ من غاشو يجري السيميس سهوا سبحان صلاته صحيحة ولكن يسجد سجود السهو من الميفوك تظليث هذه يخدم السجدتين تثوث خطر يتسو وذاك يكون داوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي خذاك قبل حين رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وثاقي ذي علم الأصول إن لا يمكن أن نفهم هذا الحديث إلا بتقدير محذوف مضمر شو المعنى خاطر لو كان نخدم هكا ذي المحال نفهم الحديث الدين ظروف عن أمتي الخطأ والنسيان أما كذا قارض الأمة النظ
ور تغلظارا وتستويرا. وكي مفهوم الحديث معنى رفع الخطأ والنسيان عن الأمة، وهذا لا يمكن أن يصدق إطلاقا. ولكن تصديق، كيف التصديق يكون؟ بافتراض مضمر نقدره، وهذا اسمه في علم الأصول اسمه دلالة اقتضاء. دلالة اقتضاء أي لا نصدق الفهم إلا بتقدير مضمر، إلا ينفر. ذا هو لا شوف معناه رفع عن أمتي أرنياس إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه. معناتها ما إلا يون يغلظ خطأ، يغلظ نغ يتسو نغ أكره على فعل شيء، ذا يريسار ذنوب وريسار لا ثمد وقيل معنى يس. لذلك المصنف نغ الناظم مدينة وعمد شرب أكل ما يون يتشا القوث نغ يسوى أمان يعمذ وقي صلاته باطلة تفضل ظلثيس، خاطر فيه الشرب والأكل ليس من أفعال الصلاة، هذاك خارج عن أفعال الصلاة. ولكن ما إلا تثوثيكتسو وريسعار الذنوب ذا شو هذه الظال هذه يخدم السجدتين السهو بعد الصلاة. بعدين دوا سجدة، بعدين قيء وذكر فرض. شو المعنى؟ إذا كان الإنسان تعمد زيادة سجدة أو ركوع، وبالأحرى زيادة ركعة كاملة، فتبطل من باب أولى، تبطل الصلاة من باب أولى. ما يون ثورا ساعة السجدتين في كل ركعة، إما يون درنا يستيس ثلاثة تبطل ظليفيس. ما يعمد دائما في كل مرة نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكما قلنا عملا بدلالة الاقتضاء في علم الأصول، هذا يقتضي تقدير مضمر اللي هو الإثم. ما يوني عمد يرنا السجدة فظلت تبطل، ما إلا وري عمذارة يرنا السجدة نغسناث ذا شار يخدم من الميفوك تظليث هذا يخدم سجود السهو البعدي. ما إلا يون يتسيد الشك سواطاس ذا شو سواطاس ما إلا خدمن ديال العلماء خدمن ديال الميزان، ما إلا مكولاس يسعى ثاثوث ديال الظليثيس يعد في حكم المستنكح، وكي يسعى معاملة خاصة خاطر الفقه يتداوي من مثال نفسيث أي غير سنيغ ورخدم على سجود السهو ميم با، خاطر لو كان السينيغ خم سجود السهو مسكين مكولاس يسعى سجود السهو في كل طفيف ديال الفجر في كل ديال الطور في كل ديال العصر، من بعد أقول شهرين 3 شهور هذا يغال مسكين يظن سيون الله لك يسميس الوسواس. وني غاس نداقي مثلا غيون الوقت يزمر هذا يغال انت يخدم يسناث أكيني شكر زكذا شكر سنقصر ذا مسكين هذا يخدم سجود السهو القبلي سجود السهو البعدي، وين يخدمها كمخالف للفقه، مخالف للفقه. بعد مع الوقت يغال موضين يغال يظن الفقه هاكي أغيعيون باش نهلك راه باش ديك الشمال الوسواس. وسجدة قيء نقول كما شتي سدوكل خاطر وكي ذا النظم صافي خير الكلام قل ودل. شو المعنى يس؟ معنى يس من تعمد، خاطر هو العطف الأحكام راهي متصلة بالعمدية متصلة، خاطر مدينة وسجدة قيء يساد واو العطف، معنى كل المعطوفات تجري عليها الأحكام نفسها.
أو يجري عليها الحكم نفسه عند التعمد. ما إلا يون يعمد أكرمكم الله حرصنتي ديراران يرثن خاطر ذي الشرع شو يلان. ما إلا يون يتظلى حرصنتي ديراران لان كي ربي يضيه الكن أكين يمكن يركع غنغمي سجدة يتفقد عادي سفغ ديرارانني كمل تظلي فيك عادي حرصن كيد. وهذا من لطائف الفقه أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وربي سبحانه يند وما جعل عليكم في الدين حرج. فغندير أنني يطرح يتخلص منها والسلام عليكم. والصلاة صحيحة فغندير أكرمكم الله داين سوف غيثني ذكريثن من الميث فوق التظالي زيز ديالكم أمكانني نغما إلي يسعى مشوار يسعى فرنوس يسعى قندور يسعى هذه ولمش خاصة المكان الجامع إلى آخره باش وري السمسارة أمكان دي لا والسلام. ولكن ما إلا بظن دال ميثيميس يراثم كون يزرمين في رمضان الشيخاكيني ما إلا حرصن كيد سفغطني رمضان كي صحى إما الميد بظن لا الزون تاقي بظن سيمي يراثم رمضان كي يبطل خاطر شهر رمضان ما سفغطيت وثري ضارة رمضان كي صحى ولا تظليه كيف كيف ذا شو دينا وسجدة قيء. وذا دائما نمشيو بالدال باسكو الفقهاء غران الاصول تريد نهضر في الحديث رفع عن امتي الخطا. العلماء مدينين لا نصدق فهم هذا الحديث الا بدلاله اقتضاء بتقدير مضمر ونفهم الاصول شي نمشي عجبا هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام نصدقه ولا شو ديالنا ولا مع أنت النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم أمكرو أهز فهميت زيغرو في عن أمتي الخطأ بلا ما تنض دوا الوايض مش تفهمه المعنى يس الظاهر. بارك الله فيك. نغادي نض الأمة ثين سلمت أورث غلظارة الأمة ثين سلمت تسيارة ولا يصدق ولا يمنا ولا تؤمنت تسمى دا شي نخدم ذاكي انسيوليو بوال يسميس الاثم اثنر ذاكي ذي الفهم باش نفهم الحديث. رفع عن امتي اثم الخطا رفع عن امتي اثم النسيان رفع عن امتي اثم ما استكره عليه هكا ما استكرهت عليه نمسفها في غمس القرآن داويغ ربنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم سورة النساء الآية 23 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. كيف تفهم الآية ثاني الظاهر العجب إلى قدر يوم بوال ذي الفهمة معنى حرمت عليكم الزواج بأمهاتكم. أنا ماشي انت الحرام الزواج سيسنتي الحرام اي وكي قال القرآن بليغ القرآن بلغ أقصى درجة اللغة بلسان عربي مبين. أيغر عمالقة البيان في الوقت الجاهلي يستعرفن سقرنوا قيل القرآن دول ربي القرآن صافي لذلك هذا سنت الدلاله ثقيله العلوم كلها تتكامل. علم الاصول دقار ثقي سميس لا يمكن ان نفهم هذه الايه من سوره النساء الايه 23 الا بتقدير مضمر الا بتقدير محذوف بتقدير مضمر محذوف. ما هو كلمه الزواج غاد فري واحد هي صافي ميم ثمسه تاقي هكذا صافي يون ميلا يرانني فبطل ظاليثيس مثني يرارا خاطي
وذكر فرض، ولكن كمل أقل من 6 كذكر البعض. رمزية. ايش المعنى؟ مدينة معناه من ذكر فوائد مع الحاضرة، يسميه العلماء من ذكر صلاة في صلاة، من ذكر صلاة في صلاة. هو حتى في اللطائف الفقهية أشيني ما هي أحكام ذكر الصلاة في الصلاة؟ أدفضرد حوالي 20 حكم. السؤال هيك كان ذكر الصلاة في الصلاة معناتها أتسيري ذات تزلط تزلي في العصر ذات مكتاظ دور الزول الطهور والزول في مزور النية أمشي تخدم ذاك شو دينا المعنى إذا كانت أقل من 6 فوائد، بمعنى 5 4 3 وكذا. وفي المدونة للإمام سحنون المالكي يناد 4، والرأيان في الفقه المالكي. وقد تبنى الناظم ابن عاشر الرأي الذي يقول 6 فوائد وأقل، رجح هذا الرأي ولم يرجح الرأي الوارد في المدونة. بلا ما كش ماضي خيرا تفاصيل أنقم كذب ابن عاشر. باش يخدم يجب عليه إذا صلى الحاضرة، مثلا الحاضرة تظهر في ديلة العصر، هذيك من تظليثيس خاطر لا يبطل صلاته، ماشي من دمشق كان غير السلام عليكم خاطئ، لا تبطلوا أعمالكم. بعد من الميفوك تظليثينس قضى الفوائد، إلى قد يقضوا في قذن ثفاثا، أما الظهور بالك الفجر بالك العشاء لا ندري. ممكن واحد منكم يحيني هذه الأمور ما تصراش، نقول لك تصرى مع المسلمين، بالك واحد في 20 مليون تصرى له ممكن. بعد شي واحد يكون في فتنة، يكون في فيضان، يكون في حرب، يكون لا ظروف صعبة لازم يعيش الإنسان. لأنه كذا الميت العشاء هذه زاوك الزول بالك يكشم العشاء الزول السيني سولتو ما يولي دائما يزال في الوقت السني روح انت ياكل هذه زال العشاء ديمكتي وري زول المغرب وري زول العصر وري زول طور الى اخره. ما إلا مازال الوقت نزالت العصر، مثلا كل العصر مثلا زولت في الخمسة، مازال وقت العصر وري فتارة، مازال المغرب شحال؟ مازال حوالي 55 دقيقة غير المغرب. باش راه يخدم غادي يروح هذه غرمه كثير زولان يوري الزولاره فهمتي غرم ويعيد الحاضره، هذه يعود يثنى صلاه العصر خاطر لم يخرج وقتها. زيد إما إلا يعني وإن كانت كثيرة يعني أكثر من 6 حسب خاطر قالش أقل من 6، ولكن ما إلا أكثر من 6 ذا شريخ ذاكي يصلي الحاضرة، هذه يصلي الحاضرة ثم يقضي الفوائد، هذه غرمك في قذني ثفاثا ولا يعيد الحاضرة. ممكن ما هو الدليل يعتمد الفقهاء شو خدمن ود سفغنا راه ولاقي الميطا صغرا، اما كي يكون الدنيا غير ونواس شغل طبيب ادي في لوردونونس ادي يكتب الدواء نغسين يخدم كونسلطاسيون بعد يفكاد دواوي ذيك ولا يساولا كل موديول اللي قراياك يساولا سناك ضغني يكتبوا كاع الحل نغطف ديال العمران يون دا جونيور لارشيتكت يون دا جيني سيفيل يمكن شغليس يون تريسيتي خلاك واش نزريض الديفون دايل اثنديهن دياغنوستيك تمثيل وفاتيد ونون السينه راه يتقليفك هذه هو دوك خام باش هادي الديفون نغلا بلومبري مثلا تيقيناك وامانك اش راه يخدم مي وين يسنن يزرن دار يروح
كل يوم الميداني ستورة الفقهاء شو خدمن بوين ذاك النصوص اللي يسلم الآيات القرآنية ترفع الحرج، بوين ذاك الأحاديث النبوية، السنة القولية، بوين السنة الفعلية، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مي لا يزول تزالي في الرباعية يسلم وحسبن الصحابة باللي داين تغال نسخت الناس يا رسول الله حديث ذي اليدين شرحناه في الموطأ المعنى يس ما إلا تزالي سنين 4 وغنت السناف حتى النبي صلى الله عليه وسلم زول كان سناف يستقصى الصحابة كونفيرمي الناس زول كان سناف يستفاد فيه تسوق ولكن شو يخدم يزول سناثني نظن يزول سناثني نظن صفوا غنت 4 ولكن إلا ووال يسلم يهضر كل الصحابة صافي اش يخدم سجود السهو البعدي هذا ما كان صافي وقيد النبي صلى الله عليه وسلم يتسو معناتها في كذاك الفقهاء جمعوا تنتيد جمع القرآن الآيات القرآن اللي عندها علاقة بالموضوع، جمع عند الأحاديث النبوية في السنة القولية، جمع عند الأحاديث النبوية السنة العملية كهذه، جمع عند السنة التقريرية في كذا عند الصحابة ذينيك غلظن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كونفيرم ياسن امشي كوريجين وكذا ينصح يعني يوفق في اللسان. وكذلك دلالات اكيد نهضرك دلاله خاطر دلاله ذي اللغه علم اللغه العربيه علم الاصول الا يقارن الى المنطوق الى المفهوم. المنطوق صنفان، الى المنطوق الصريح الى المنطوق الضمني الى كنستخدم في كذاك الى ولا شو نفرو يا راه المنطوق الصريح الى ذيك النص الى ذيك الظاهر. مثلا دلاله النص اصفض نفهم المعنى من النص. مثلا لو كايني ما هي ذي الوضوء مسح الأذنين فرضنا السنة ذي الوضوء فرضنا السنة ما نسغ الوضوء السنة الحمد لله. طيب إيوامان تجديد الماء خاطر الزمري ونادي خدمة كا يقروس مباشرة سي مزاغ بلا ما يغال دير لنا ماني جديدا السنة صحيح تجديد الماء السنة نمس فهم. مسح الرأس ما تخدم ذاك ما دو فرض ما دو غلط الحمد لله نمس فهم. غسل اليدين غسل بفتح الغين ماشي غسل غسل خطأ شائع غسل خطأ دين غسل اليدين إلى المرفقين وقف فرضنا السنة كي الدليل سورة المائدة شوية مليح الآيتان 5 6 أنسيد في كذا الحكم ثقي بدلالة النص. دلالة النص يعني نص الآية يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره يون المعنى يسيبان. دلالة الظاهر ثقي المنطوق الصريح. مثلا نادى ربي سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا ده شو نفهم سي الآية ظاهر الآية تدل على واش تدل على أمرين تدل على حل البيع وحرمة الربا. ندقق الدين عملا بدلالة الظاهر تدل هذه الآية. بالمناسبة وين جات هذه الآية؟ عند دوس الآية سورة البقرة الآية 275 تدل على أمرين بدلالة الظاهر تدل على حل البيع وأحل الله البيع
وحرمة الربا وحرم الربا، ولكن ماشي ساقد تقصد الآية دلالة ينس. هذه دلالة الظاهر، هي أصلا هذه الآية تدل على معنى آخر غير مذكور في الآية. إيه هو نفي المماثلة بين البيع والربا. خاطر ربي سبحانه وتعالى اليهود شو سقارن؟ إنما البيع مثل الربا. سقارن كيف من البيع والشراء تجارة من الربا كيف. الآية أصلا نزلت من أجل هذا، من أجل نفي المماثلة. لو كنا parmi العلوم راه غيعيونا من علوم الآلة علم سميث أسباب النزول، لي سيركونستانس، ظروف نزول الآية. اليهود فاند خلص دوك كلش عرفتوا ولا لا؟ شي نورمال كيف البيع والشراء الربا وكل شيء حلال. لا، ربي راه يسند إن يسن اسمي سن إنما البيع مثل الربا. ربي يسن وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه أصلا حرمة الربا راهي وردت في آية أخرى، ذاكين نفي المماثلة. إذن دلالة الظاهر هي تاكي حل البيع وحرمة الربا، ولكن ثلاث دلالة النظام اللي هي غير مذكورة ذاكي تفهم التنبيه، وهي نفي المماثلة. سيناجي النص والظاهر اسميس في علم الأصول اسميس المنطوق الصريح. إلا ثيس ثلاثة صار أربعة اسميس انت المنطوق الضمني. ثلا دلالة الإشارة، ثلا دلالة الاقتضاء. أي كنت نشرح ذات الاقتضاء خاطر سيك ساعة العلاقة بزاف في الموضوع. ذات الاقتضاء معناه إلا وين في ديننا ربي وفي ديننا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكون نستحضره خاطر بلاغة القرآن وبلاغة الحديث عليه مليح من أجل فهم النص، فهم المعنى. لازم سيدة الاقتضاء. صافي الفقهاء استخدمنا كل شويه لاقي في كان خلاصه اطاس لي زوبيراسيون كثران طاس بعد يدي السفغ الحكم. بارك الله فيك. دلالة الإشارة ذاك ربينا دوله تقول لهم أفين أدي قاري الدرية وقار ثري مولان أف إيمالي ولا كينك جام سيني أف مي يوني وقت ساخن كمغارن مي جام سيني أف مي على سبب ظهر وحكاوي سيم دوكالي انت في الدين هو كي يساعدنو ما يساعدنو ولكن جامي يخلف القرآن نغد كان يوخسن وخلاص. لا بالك هذه خدمه اكثر ثني يجي اللاز ما ينفقش عليهم باش نتخلص فاكتور التريسيت يكون الغاز هذا قيمني وسميض الشتوياكي لكن كاين جامي سني غير مسري مولانيو ولكن جاتني اللاز جاتني بلا امان بلا تريسيتين بلا كذا صافي ذاك القرآن أشار إلى أف ولكن المراد ما هو أكثر من أف فهو ممنوع من باب أولى وإن كانت كثيرة يصلي الحاضرة ثم يقضي الفوائد ولا يعيد الحاضرة رفعا للحرج. يكمل المدينة أقل من 6 كذكر البعض. معنى كذكر البعض واش يقصد داكي؟ كذكر ما دون ذلك كذكر السجود نسيان السجود كذكر نسيان الركوع إلى غير ذلك. وبعدين وفوت
قبل وفوت قبلي 3 سنن. فكي نشرح فيما سبق ما لا يتسيون 3 سنن فأكثر. مثلا الجهر والسر فكي ماشي ذا الفرض السنة. ما لا يتسو بهذا الامتقاذ يتسو تكبيرات الانتقال إلى آخره. المدين بفصل مسجدين كطول الزمان يسدوك ديال فصل مسجدين كطول الزمان. معناتها ما لا يون غادر المسجد يمكتاد في كذاكي بعد مغادرة المسجد ما إلى أكثر إلى قال يسجد مادام يفغوكس الجماعة تبطل صلاته. وكطول الزمن ولكن يرفي غارس الجامع ولكن يقيم بالك نص ساعة 40 دقيقة يزهد دوكا يسو كذا وكذا من بعد يمكتاد يتسو 3 سنن فأكثر فظريف يستبطل. جاونا السلام عليكم.